مرحبا بكم من جديد. هذه القهوة اللي ولات في عاداتنا وتقاليدنا وما يخلوش يوم من غير ما نشربوا فيه القهوة هذه. لكن القهوة منين جات في عادات التونسي وتقاليده وكيفاش دخلت البلاد؟ يا سيدي يا بن سيدي، يقال انه القهوة اول من دخلها هو الولي الصالح بلحسن الشاذلي. هذاك علاش الناس قبل يسميوا القهوة بالشاذلية، فيقولوا جيب لي الشاذلية أو براسك الشاذلية. فالولي الصالح بلحسن الشاذلي مؤسس الطريقة الشاذلية كان معروف عليه حبه للسهر وحبه لقيام الليل، إما للذكر والعبادة أو لقضاء حاجيات الناس أو لقضاء شؤون لكن كان النعاس ديما يغلبه والنوم ديما يسيطر عليه في آخر الليل بطبيعة الحال. ويقول المؤرخين أنه بلحسن الشاذلي سافر إما إلى الحبشة، هنالك تتعرف على مدى القهوة وجاب معها إلى تونس، باعتبار أن الحبشة سابقا هي أثيوبيا حاليا وهي موطن القهوة، أو أنه سافر إلى مصر وهنالك تعرف على البن وجابوا معاه لتونس بعد ما اكتشف أنه المادة هذه هي منبه وهي قادرة على أنه تجعل الشخص يعني يكون فايق ليلة كاملة. بطبيعة الحال سنة 1240 في العهد الحفصي الولي الصالح بلحسن الشاذلي قام بتأسيس أول مقهى جماعي كان مخصص للصوفيين وللمتعبدين وكذلك للشعراء. المقهى هذا كان الهدف نتاعو انه الناس تحتسي فيه القهوة وانه يبقاو ساهرين اكثر وقت ممكن من اجل كل واحد القضاء بطبيعة الحال الشأن نتاعو.